What was done cannot be undone. But we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. ستاشر مايو 1997 الشعب الأمريكي بيفتح القناة الأولى الأمريكية زي كل يوم عشان يشوف خطاب الرئيس كلينتون، لكنهم يتفاجئوا بلهجة مش معتادة من الرئيس الأمريكي، رئيس أقوى قوة في العالم صاحبة الهيومن رايتس والأمريكان دريم، بيعتذر وراسه تحت وبيوصف اللي حصل بالعار والنقطة السوداء في تاريخ أمريكا اللي هو أسود بالمناسبة، لكن النقطة دي تحديدا ممكن نفهم منها قد إيه العالم دي ما عندهاش بوصلة أخلاقية، وطالما مفيش حساب فاعمل اللي أنت عايزه. 1900 كانت أمريكا على ميعاد مع مرض بيمثل تهديد حقيقي للشعب الأمريكي، مرض السيفيلس أو الزهري، مرض بكتيري يعتقد إنه وصل لأمريكا مع البحارة الأوروبيين اللي طبعا في كل مينا كانوا بينزلوها كانوا بيتبسطوا شوية وياخدوا المرض معاهم لأمريكا وقت اكتشافها. الزهري حسب CDC بيؤدي في الآخر لتلف خلايا الأعصاب والمخ واللي بيوصل لضياع الحواس زي السمع والرؤية، أو بيتلف القلب والأوعية الدموية، وبعد كده بيبدأ ياكل أعضائك من جوه لحد الوفاة. ده غير إنها ممكن تسهل إصابتك بالإيدز وأعراضه العنيفة ممكن تظهر بعد 10 ل 30 سنة من الإصابة نفسها، فهو نسبيا مرض سيء جدا. دواء الزهري في أوائل القرن اللي فات كان الزئبق وعناصر تانية هدفها تخلي المريض يسخن ويعرق، لأنهم كانوا بيعتقدوا وقتها إن العرق والبول بيخرجوا المرض، لكن ده مش المهم قد ما المهم إنك خدت بالك إن علاج الزهري كان الزئبق، مثلا الزرنيخ أو البيزمس المشع، عناصر كلها فتاكة، هي هتضمن لك بنسبة موت المرض، لكنها أكيد هتضمن لك بنسبة أكبر موت حامل المرض. لكن في الآخر كل ده كان حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص. 1932 في ولاية ألاباما مدينة توسكيجي، مدينة جميلة في مقاطعة ماكون، معظم قاطنيها من سود البشرة، كتير منهم غير متعلمين بيشتغلوا في وظائف بسيطة والفلاحة وما عندهمش معلومات كتير عن الحقوق لأن أغلبهم ناسي الحقوق بسبب العبودية اللي اتفرضت عليهم وعلى أهلهم. مدينة محدودة جدا في الرعاية الصحية، وكان مميز في المدينة دي وجود عدد كبير من حالات الزهري مقارنة بالولايات التانية، وده شجع البوبليك هيلث سيرفيس زي خدمات الرعاية الصحية كده عندنا إنها تستعين بجامعة توسكيجي عشان يعملوا دراسة كلينيكال على الزهري، ولأنهم كانوا معتقدين إن تأثير الزهري على الأسود غير الأبيض، أو ده اللي زعموه يعني وقتها، فخلوا الدراسة على السود بس. التجربة بسيطة والمفروض انها كانت هتستمر 6 شهور. التجربة كان فيها 600 راجل اسود، 399 عندهم زهري بس ما يعرفوهمش، و201 ما عندهمش حاجة بس برضه ما يعرفوش، عشان يقارنوا بين اللي عنده زهري واللي ما عندوش، وفهموا ال 600 كلهم ان عندهم حاجة اسمها باد بلاد او دم فاسد، وعرفوهم ان التجربة 6 شهور فيها فحوصات عادية عشان يراقبوا الامراض اللي في الدم الفاسد، وبعد 6 شهور دول المشاركين هيكون ليهم رعاية طبية مجانية وعلى اعلى مستوى وعلاج مجاني للدم الفاسد مع مراقبة تأثير الأدوية عليهم عادي، وحاجة كانت آخر دلع وقتها. وعشان المشاركين فعلا فقراء وجاهلين تماما باللي ممكن يحصل، والزهري في وقتها كان مرض محرج شوية لدرجة إن الدول زي فرنسا كانت مسمياه مرض نابوليتان، وإيطاليا مسمياه المرض الفرنسي أو فرنش ديزيز، من باب إن كل دولة بتحاول ترمي البلد بتاع المرض ده على البلد اللي جنبها. ده غير استعانة الطاقم البحثي بطاقم دكاترة من ذوي البشرة السوداء كواجهة لجروب البحث، وعلى رأسهم الممرضة يونس ريفرز اللي كانت واخدة
واخدة دور بوسي ملاك الرحمة حرفيا قدامهم، وكانوا بيثقوا فيها جدا. فبجمع كل العوامل اللي فاتت دي وافقوا الجروب المشارك على اي علاج مجاني وخلاص. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل في الاخر؟ 6 ل 8 شهور بتعدي يوم في التاني، وفعلا الفحوصات بتتعمل زي المتفق عليه، ورغم صعوبة الفحوصات اللي كانت بتتضمن سحب عينات من الحبل الشوكي وخطوات تانية صعبة جدا، الا ان المشاركين كملوا املا في الحصول على علاج مجاني. واللي حصل بالفعل بعد حوالي 8 شهور ان بدأوا الدكاترة يدوهم الدواء فعلا. لكن الحياة مش هتمشي زبدة كده طبعا. في وسط ما ده كان بيحصل، ظهروا شخصيتين غيروا مجرى التجربة للأبد وخلوها واحدة من الأسوأ على الإطلاق. أوليفر فينجر، واللي كان مدير العيادات بتاعة التجربة في المنطقة تبع ال PHS، وريموند فوندرلر، وده كان الأون سايت دايركتور للبروجرام بتاع البحث نفسه، أو اللي كان الباحث اللي كان على الأرض مع التجربة المشاركة وكان بيتابع معاهم. أوليفر وريموند كانوا شايفين إن عندهم فرصة من ذهب لدراسة الزهري، مش الدراسة العادية، لا، كانوا شايفين إن إحنا ليه ما ندرس تطور المرض لحد مش سنة أو 2، لا، لحد الموت. وطبعا جهل المشاركين بحقوقهم وعيشتهم في ظل العبودية اللي كان فيها أهلهم في الوقت ده وتضحيتهم العالية جدا عشان يخفوا ببلاش من المرض ده بأي تمن، كانت كلها عوامل سهلة خلت أوليفر وريموند يطمعوا في التجربة لحد الموت عادي. بل ده كان هيكون أحسن حتى من حيث التكلفة، لأن مش محتاجين نشتري دواء كل شوية. وقرروا قرارين أنا أعتقد إن هما قرارات ما تطلعش من ناس عندها روح. القرار الأول كان إننا عايزين تجربة ذات أجل غير مسمى، والقرار الثاني الأصعب، إحنا مش هنعرف المرضى إيه اللي بيحصل وهنكمل نديهم الدواء عادي، لكن الدواء بتاعنا مش دواء المرض، أو ما يعرف بالبلاسيبو. والبلاسيبو هو نفس الدواء لكن من غير المادة الفعالة الحقيقية، مما يعني إن هو ملوش أي 30 لازمة، هو مجرد وهم. قد يفكر البعض انه هو مفيش حد متعلم قادر كفايه ان هو يكون انسان ويتكلم ويوقف الهراء ده. اقول لك القصه لسه ما بداتش، لكن طبعا اعمل سبسكرايب الاول، لان لو انت لسه بتتفرج عليا فانت مش بتتفرج من جمال سحنتي، يعني انت غالبا عاجبك المحتوى او اكيد عاجبك المحتوى. بالنسبه للتساؤل بتاعك، ده حقيقي فعلا ما كانش لسه وقتها في قوانين بتنظم الابحاث زي دلوقتي، والتجربه ما كانتش سريه وكان بيطلع منها ابحاث فعلا، وطلع منها بحث سنه 1934 وطلع منها بحث تاني سنة 1936. لكن الأبحاث دي كانت في وسط المجتمع العلمي، ما وصلتش للرأي العام. ده غير إن العنصرية وقتها في الوقت ده كانت شديدة جدا هناك، فمحدش حاول فترة طويلة إنه يساعد. التجربة رغم اللي حكيناه ده لكن كان برضو فيها ممارسات أقذر ما يكون. وعد معايا، استغلوا جهل المرضى بحقوقهم وبشكل الرعاية الصح وبالحياة عامة، وإنهم ما عرفوهمش هم عندهم إيه، إن كل اللي قالوه لهم إن في دم فاسد. وبعد ال6 شهور ما عرفوهمش أصلا إن هم مش في رعاية طبية ولا حاجة، انهم كانوا بس بيدوهم البلاسيبو، وان التجربة كانت لسه شغالة. وكان في انواع تشخيص مزعجة ومؤلمة جدا جدا، زي حاجة اسمها السباينال تاب، دول بياخدوا فيها عينة من الحبل الشوكي مباشرة. وكل مرة عشان يعملوها لكل المرضى كانوا بيفهموهم ان ده علاج من الدم الفاسد، وان دي اخر فرصة ياخدوا اللي كانوا بيسموه السبيشال فري تريتمنت. ده غير ان كان في مرضى متجوزين بالمناسبة ومحدش وعاهم بأي حاجة. وفي الحرب العالمية الثانية الجيش عرض يوفر العلاج للمصابين وياخدوهم معاهم يحاربوا، لكن رايموند كان شايف ان التجربة اهم من الحرب، وشايف ان تجربته من نوع نادر جدا مش هيتكرر تاني. وعمل طلب اعفاء لكل اللي الجيش طلبهم، اللي كان عددهم وقتها 256 فرد، عشان يكملوا التجربة وما ياخدوش علاج. وبالفعل طلبه نجح، وفعلا ما خدوش علاج نهائي. في وسط التجربة ناس من الكنترول جروب او الجروب اللي هو ما عندوش زهري جالهم الزهري، وبالتالي المقاييس بقى فيها غلط، لان اساس التجربة انت بتقارن اللي عندهم زهري باللي ما عندهمش، لكنها كانت جريمة عنصرية للاسف. ورايموند واوليفر والجروب البحثي للبي اتش اس رفضوا يدخلوا المساعدات، اقصد يدوهم العلاج، وبالتالي انت تقريبا ما كانش عندك جروب تقارن بيه، وبالتالي دي مش تجربه، دي كانت جريمه. التجربه فضلت شغاله حبه حلوين لحد ما موظف من البي اتش اس نفسها اسمه بيتر بوكستون، واللي كان في الوقت ده ماسك ملف تتبع الامراض الجنسيه وانتقالها بين الاجيال، اكتشف اللي بيحصل وقدم طلب للبي اتش اس ان التجربه دي تنتهي لان ما لأمها داعي وتجربه غير اخلاقيه بالمره. لكن البي اتش اس رفضت، فاضطر بوكستون انه يبعت الورق اللي معاه للصحافه، وتحديدا كانت نيويورك تايمز، وبالتالي دخل الراي العام في الموضوع، واللي بدوره ضغط على البي اتش اس لدرجه تعيين لجنه تراجع التجربه. ولقوا فعلا ان المشاركين موافقين على الفحص والعلاج، لكن ده ما كانش كافي للجنه انها تسمح بان التجربه تكمل، لان المرضى اساسا مش عارفين هم عندهم ايه ولا مكملين لحد فين، ومش عارفين ان هم ما بياخدوش دواء اساسا. التجربة اللي بدأت سنة 1932 قرار وقفها ما كانش بعد سنة، ما كانش بعد 2، ما كانش بعد الحرب العالمية، ما كانش بعد 20 سنة، ما كانش بعد 25 سنة،
ما كانش بعد 30 سنة. التجربة وقفت بعد تعذيب نفسي وجسدي للمرضى ب40 سنة، واللي خلاها أطول تجربة من غير علاج في التاريخ. وقفت بالظبط سنة 1972 بعد ما مقالة بوكستون اتنشرت يوم 25 يوليو 1972 في نيويورك تايمز، لكن للأسف كانت انتهت قبل كده ل 526 مشارك من ال 600. أنت متخيل الرقم؟ تقريبا 90% من المشاركين كانوا ماتوا بالفعل، ومن ال 399 اللي كان عندهم زهري بالفعل 28 ماتوا بسببه بعد عذاب مع المرض، و100 ماتوا بسبب كومبليكيشنز اتطورت بسبب الزهري. وما كانش الاثر بس في المرضى، لا، في 40 زوجه اتصابت و19 طفل اتولد معاه المرض بالفعل. لكن كل ده ما يجيش ربع صدمه الناجين اللي خلصوا التجربه، واللي كانت صدمتهم اكبر بكتير لما عرفوا ان من 30 سنه، يعني بعد بدايه التجربه ب10 سنين بس، كان بالفعل دواء امن ونهائي للزهري ظهر، البنسلين، المضاد الحيوي الاشهر في التاريخ. سنه 1942 كان تم اكتشاف البنسلين كحل للزهري، الحل اللي البي اتش اس خبته عن مرضاها من غير ذره تعاطف، واللي كان حجتهم في كده انهم مش متاكدين هل البنسلين بيشفيه ولا ممكن المريض يخف لوحده، واللي بيفكرني بحجج سخيفه طالعه الايام دي عشان تبرر حاجه كده في دماغي. الناجين بعد كده توفر ليهم قال تعويض، لكن طبعا هيهات تعويض عن عمر راح. وفي فيلم دوكيومنتري عن توسكيجي في شخصيات حقيقيه على يوتيوب، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن اتفرجوا عليه عشان تفهموا قد ايه الموضوع كان صعب والتعويض ملوش اي 30 لازمه. توسكيجي ما كانتش مجرد تجربة، توسكيجي ايديولوجية. الوايت بيرسون، اقتل عادي محدش واخد باله، اقتل عادي مفيش رأي عام، اقتل عادي للمصلحة، اقتل عادي مفيش حساب، اقتل عادي ده مش انسان زيي. وطبعا انا مش حارب العنصرية بعنصرية وهاجم اي وايت بيرسون، انا بتكلم على الانظمة القائمة على فكر الشخص الابيض. التجربة دي خلصت بعد 40 سنة لما واحد اتكلم. التجربة خلصت بسبب الرأي العام. انا فاهم صعوبة ده بالنسبة لنا، لكن عشان يكون لينا صوت لازم نتكلم مع بعض في نفس واحد، لازم نقاطع مع بعض لنفسك يا اخي عشان تحس انك مش عبد المنتج او لحاجه او ايديولوجيه. حتى لو العدو معاه الراي العام ومتحكم بيه، انت هتقف قدام ربنا لوحدك وهيسالك كان في ايدك ايه تعمله عشان تكون انسان وتنصر اخوك الانسان، وما عملتوش ليه؟ وما عملتوش ليه؟ وما عملتوش ليه؟ وبس كده حبايبي، انا قلت اضحي بالتماسي، بس ما تنساش الحلقات الجايه واللي مش جايه او معرفش ولف حوالين الموضوع، اقرا عنه من بره، يعني انا شايفه شيق جدا للبحث في تاريخ الابحاث والحاجات اللذيذه دي. وما تنساش الشير والسبسكرايب لو عجبتك الحلقه، واكتب لي كومنت حابب اتكلم عن ايه عشان انا محتواي بينقر وما عنديش افكار. والسلام.